صباح الخير وأهلا بحضراتكم جميعا، وتلك الحلقة من تداولاتنا الصباحية واللايف للجلسة الأوروبية. وخلينا نروح معاكم لتداولاتنا بشكل مباشر ونقول لحضراتكم احنا عندنا ايه النهارده بالنسبة للأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. هنلاقي ان الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حاليا، ولازم نحذر حضراتكم بعض الشيء من بعض الأمور التي قد تكون ملفتة للنظر. الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يقترب من مناطق مقاومة واضحة جدا وبدأ يعاني معاها، وبالتالي تلك المعاناة معناها ان انت مش من المفترض ان انت تبدا في الوقت الحالي بصفقات للشراء، ولكن حتى بالنسبه لصفقات البيع انت محتاج ان انت الصين مقابل الدولار الامريكي يصعد بعض الشيء عشان يكون البيع بتاعه امن. يعني البيع بتاعه امن، يعني انت محتاج ان انت تبدا في التفكير في البيع من مناطق ال 65 60 او كلام من ده، لكن دي المنطقه دي احنا لسه ما وصلنا لهاش. فانت هيبقى قدامك حل من اثنين في تداولاتك على الصين مقابل الدولار الامريكي: اما عوده لمناطق الدعم والواقعه ما بين مستويات ال 64 89 وحتى مستويات ال 64 46، ودي المناطق اللي انت ممكن تدخل منها للشراء مع وقف خساره محدود، او ان تنتظر مزيدا من الصعود، وده اشك فيه حاليا على الاسترالي مقابل الدولار الامريكي. اذا رحنا اليورو مقابل الدولار الامريكي، اليورو مقابل الدولار الامريكي قد يمنحك فرصه جيده جدا خلال تداولات اليوم. افضل منطقه للشراء من لليورو مقابل الدولار الامريكي 1.07260. المنطقه دي هي المنطقه اللي سبق ليها في اكثر من مناسبه ان هي دعمت اليورو مقابل الدولار الامريكي، ولا سيما ان احنا عندنا بعض التشبعات الشرائيه، فبالتالي العوده الى تلك المنطقه قد تكون وارده جدا خلال تداولات اليوم، ومنها يمكن ان تبدا في الشراء مع اهداف عند مستويات 1.082. اما بالنسبه لمناطق وقف الخساره فهتكون بالكامل تحت مستويات 1.0678. ده بالنسبه لليورو مقابل الدولار الامريكي. اما بالنسبه لليورو مقابل الين الياباني، خليني اقول لحضرتك ان اليورو مقابل الين الياباني يتكبد بعض الخسائر. هذا الامر اصبح مناطق البيع بالنسبه لك واضحه جدا. مستويات ال 160 15 احنا حاولنا ننتهزها خلال الفتره السابقه، ولكن لم يسعدنا الحظ بانها نوصل لها مره اخرى. يتجه للدخول في مناطق الطلب الرئيسيه ما بين مستويات 158 90 ومستويات ال 159. المنطقه دي لازم نراقب السلوك السعري عندها اذا ما اعاد زيارتها، لانها ممكن جدا ترده او يتم اختراقها. فاحنا هنحاول ان احنا نشوف مناطق ال 158 90 هي الافضل بالنسبه لك حاليا، مع تصفيه كافه صفقات الشراء ادنى مستويات ال 158 70. اما بالنسبه لاهدافك في حاله العوده واختبار منطقه الطلب الرئيسيه والعوده للشراء، فهتكون اهدافك مقسومه على اثنين: الهدف الاول عند مستويات 159 78، والهدف الثاني عند مستويات 160 15. بالنسبه للجنيه الصيني مقابل الين الياباني يتراجع، وهذا التراجع قد يمنحك فرصه ممتازه. تلك الفرصه الممتازه هي الشراء ما بين مستويات ال 186 30 و 186 20، وقف خساره محدود جدا تحت مستويات ال 186 مباشره. اما بالنسبه لمناطق جني الربح المنتظره فهتكون عند مستويات ال 187 187 40. الجنيه الصيني مقابل الدولار الامريكي يترنح مره اخرى، عنده مشاكل الحقيقه في يعني صعوده بيجي دون زخم، يعني الصعود بالنسبه له يبقى بدون زخم. افضل ان احنا يعني نكون اكثر تحوطا، وتلك الموجه البيعيه قد تستمر الى مستويات ال 1.24 90، ودي هتبقى المنطقه المناسبه للدخول للشراء مع تصفيه كافه صفقات الشراء قد مستويات ال 1.24 80. وفي تلك الحاله هتكون اهدافك هي مجرد العوده لمناطق ال 100 ال 1.26 30. بالنسبه للدولار الامريكي مقابل الين الياباني، طبعا هناك منطقه واضحه جدا، منطقه عرض واضحه جدا موضحه امامك. هذه المنطقه الحقيقه ردت الدولار الامريكي مقابل الياباني، حاول يطلع عنده مشاكل في الصعود. لا افضل الدخول من تلك المنطقه، عندك اماكن محدده للدخول وليس هناك غيرها: اما العوده للشراء ما بين مستويات ال 146 70، ده المنطقه اللي انت ممكن تعيد الشراء منها، او ان تنتظر بعض الارتفاع للارتطام بمستويات ال 148 54 148 70، والدخول على صفقه بيعيه طويله المدى مع وقف خساره عند مستويات ال 149 40. بالنسبه لتداولات الداكس الالماني النهارده والسائلين على الداكس الالماني بشده خلال الفتره اللي فاتت، طبعا دخلنا في منطقه واضح جدا ان تلك المنطقه قويه، فشل الداكس الالماني في اختراقها، وبالتالي ما ينفع انك تدخل على تداولات الداكس الالماني للبيع مع وقف خساره عند مستوى 17 180. اما مناطق جني ربح فهتكون محكومه عند مستويات ال 16 870 ال 16 900، يعني حسب ما انت تستغرب المنطقه اللي تحب تصفي صفقاتك عندها. ده ما يخص تداولات اليوم، وده ما يخص التداولات الامنه خلال اليوم. التوصيه الاصليه الدخول باحجام تداول صغيره، يعني خلي بالك احنا النهارده يعني بنتكلم دايما وعنا على فكره الفدرالي الامريكي هيروح فين وهيجي منين والكلام ده كله، فانت يعني دايما تداولاتك خلال الفتره دي صغيره. وخلي بالك احنا بنديهولك ده بيبقى التداول حجمه صغير ولكن الاهداف بتبقى بعيده،
وتبقى آمنة، فما عندكش مشاكل فيها. وحتى ضرب الخسارة بيبقى ضرب خسارة صغير، وإذا التزمت بحجم اللوت المناسب اللي احنا اتكلمنا عليه في أكتر من مناسبة مش هتلاقي عندك مشاكل على الإطلاق في تسجيل نقاط كويسة وإنك تاخد صفقات كويسة. احنا امبارح عاملين عدد كبير من الصفقات الرابحة على مدار اليوم، كلها بأحجام تداول صغيرة وعملت مبالغ كويسة. يعني مش لازم عشان تعمل أرباح كويسة إنك أنت تكون بتدخل يعني بأحجام تداول ما حصلتش، لا خالص، مش محتاج أنت تعمل الكلام ده خالص. أنت كل اللي أنت محتاجه إن أنت تاخد منطقة دخول جيدة، وقف خسارة منطقي، ما يدوشكش، ما يعملكش أزمات، وفي نفس الوقت مناطق جني الربح بتاعتك تكون منطقية وفنية تتجه إليها. في تلك الحالة هيبقى حجم التداول الصغير ده بيدي لك نفس الارباح اللي ممكن يديها لك حجم تداول 10 اضعافه اذا التزمت بالتوصيه ومناطق جني ربح، مناطق وقف الخساره من غير طمع. وممكن جدا حتى تعمل باسكت على مشترياتك وتشوف انت الباسكت بتاعك كسبان ولا لا، ولما توصل ان انت اجمالي الباسكت معاك عامل يعني ربح مقبول بالنسبه لك، ممكن تقفل وتطلع من السوق. وده الافضل، عدم التعرض للاسواق لفتره طويله. هذا كل ما لدينا حتى الان. توصيات الذهب وبعض المؤشرات ستكون حصرية على عملائنا وعملاء الشركة الراعية، وفي حالة الرغبة في الحصول على تلك التوصيات تواصل مع الدعم الفني اللي موجود الرابط بتاعه على صندوق الوصف أسفل الفيديو على يوتيوب. حتى نلتقيكم في المساء، لكم مني كل التحية. وقد نعيد اللقاء أو الدعوة للقاء آخر على مدار اليوم حسب تطورات الأسواق خلال اليوم، لذلك فعل الجرس، اشترك في القناة.